توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. هنصلي على الحبيب المصطفى الأول، هنسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبي يا رسول الله. هنصلي على الحبيب المصطفى يا غاليين ونعمل حبة كشري بطاطس، الأكل بتاع زمان اللي احنا كنا بنعمله. معايا شوية معايا بصلاية صغيرة بشراها، معايا بصلاية صغيرة بشراها، ومعايا هنا بطاطس، دي بطاطسايه كبيره مقطعاها كده مكعبات صغيره. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. حبيبي يا رسول الله. الاكل بتاع زمان اللي هو كشري البطاطس، عايزين تعملوه عادي، عايزين تعملوه بالطماطم، يعني زي البطاطس اللي احنا بنعملها الرز لوحده والبطاطس لوحدها. دي بقى كشري بطاطس اللي احنا كنا بنعمله ايام الزمن الجميل بتاع اهالينا، ربنا يرحمهم يا رب ويرحم الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. وبشكركم جميعا، بشكر اي حد بيخش عندي بيشرفني وينورني، اي حد بيعمل لي تعليق، وبالله عليكم اي حد يجي يعمل لي مثلا اللي هو بتقولوا احلى لايك تكتبوا بس التام، ربنا يسترها معاكم وجزاكم الله خير الجزاء، تقولوا بس التام وربنا يخليكم وما تحرمش منكم جميعا يا رب. هنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. البصلايه وادي البطاطس هنشوحها معاها. ربنا يبارك فيكم وربنا ما يحرمنيش منكم، ودايما معايا ودايما في ظهري، وربنا يسترها معاكم جميعا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا انا معايا حبه من الرز هنا اهو غسلاهم، يعني ما يجيش نص كيلو رز، عشان انا هعملهم يعني ايه حبه، يعني حبه يعني ايه على قد انا. الرز اهو، وهنا ايه بشوح البطاطس، بشوح البطاطس هنا مع حضراتكم اهو. ماشي. وهحط هنا ايه الطماطم، ماشي، وهحط شويه صغيرين من الميه، وهنحط ايه تاني كده بالصلاه على الحبيب المصطفى عشان نص تسويه معايا، وبعد كده هسقط الرز. هتعملي ايه تاني يا ام احمد كده بالصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام؟ معايا هنا حبه من الشطه والكمون، عايزين تحطوا ما تحطوش، دي حاجه ايه كل واحد براحته. هسيب البطاطس تستوي نص سوي عشان اسقط الرز واوريكم كشري البطاطس اللي احنا ايه بنعمله. دي الاكلات بتاعت زمان اللي احنا كنا بنعملها، وربنا يجازيكم خير الجزاء لحد ما تستوي تاخد نص سوي وارجع لكم تاني. هنا بالصلاه على الحبيب المصطفى هي خدت غلو عشان كله بقى ايه ياخد مع يعني ايه يستوي مع بعضه كده بالصلاه على الحبيب المصطفى. شايفين منظر البطاطس اللي احنا كنا بنعملها زمان؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دي كنا بنعملها زمان، كانت البطاطس لوحدها والرز لوحده. ماشي. فاحنا هنصلي على الحبيب المصطفى. دي كده اسمه كشري بطاطس. اللي يعرف بقى الاكله ديت بتاعت زمان واللي حضر الاكل بتاع زمان يكتب لي ايه في التعليقات. دي كانت احلى ايام شفناها في حياتنا. هنسيبها كده تستوي مع بعضها بالصلاه على الحبيب المصطفى وارجع لكم تاني. هنا كده بالصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام رجعنا لكم تاني يا غاليين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد. هنا هنقفل البوتاجاز بتاعنا، وهنا مقطعه ايه مقطعه خيار. ماشي. دي هنسيبها ايه نحطها على الرز. هنصلي على الحبيب المصطفى. شايفين البطاطس مستويه اهي، بطاطس مستويه خالص اهي بالصلاه على الحبيب المصطفى.
بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اكلة من الزمن الجميل، يا ريت تعملوها وتجربوها وتكتروا البطاطس عن الرز، تبقى البطاطس كتيرة عن الرز اهو يا حبايب قلبي. يا رب اي محتوى انا بعمله يعجبكم ونور رضاكم. عجبكم بقى المحتوى اللي انا بعمله، وارجو منكم بالله عليكم لما حد يجي يعمل لي البصمه او اللايك يقول لي تم. ربنا يجازيكم دايما خير الجزاء ويكبر بخاطركم وما تحرمش منكم جميعا كده. ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ودي الاكله بتاعتنا اسمها كشري بطاطس. شايفين ما شاء الله بطاطس مستويه، والرز ما شاء الله، والطماطم بتاعته مظبوطه. وشكرا لتعليقاتكم الجميله، وربنا يبارك فيكم جميعا. هنا معايا الطماطمايه، عايزين تحطوها تحطوها، ما تحطوهاش ما تحطوهاش. هنا الكشري بتاعنا وتقولوا لي ايه رايكم كده، وجزاكم الله خير الجزاء. وهنا خيار مقطعاه بالصلاه على الحبيب المصطفى. يا رب المحتوى اللي انا بعمله يعجبكم ونور رضاكم. عجبكم بقى تعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. وربنا يبارك فيكم جميعا، ويشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ويخليكم ليا ويفرح الناس كلها ويسترها مع الجميع. اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. السلام ختام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.